السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتي نكهة البيت طعم وريحة. النهاردة واخداكم معايا في روتين بسيط في المطبخ، غسيل المواعين يخلي المطبخ رايق ويفتح النفس. قومي عسلية انت وهي، نضفي مطبخك وروقي مطبخك ونضفيه واغسلي مواعينك. بصراحة اكتر حاجة بتريحني ان ابدأ يومي ومطبخي نضيف، حتى لو كنت تعبانة. شكل المطبخ وهو متروق بيفرق معايا، بيخليني اشتغل بنفس. اول حاجة بعملها اني الم المواعين من على الرخامة واحطها جنب الحوض. الخطوة دي صغيرة وبسيطة، بس بتخلي شكل المطبخ اروق بكتير. طبعا دلوقتي ببدأ بايه، الم بواقي الاكل من الطباق والحلل والحاجات دي عشان الحوض ما يتسدش معاكي. وبعد كده ببدأ بايه، بالحاجات السهلة، الكوبايات، المعالق، السكاكين، الشوك. دي بتخليني ايه، احس ان انا اتشجعت اكتر والحاجات انجزت فيها اكتر. وانا بغسل بحب اشغل قرآن. انتي بقى شوفي، بتحبي تفتحي موسيقى، بتحبي تشتغلي على القرآن، بتقولي اذكارك. انا بحب اشغل قرآن جنبي، بيخلي الوقت يعدي بسرعة وما احسش اني واقفة في المطبخ كتير. وطبعا الروتين ده بيبانلك سهل وبسيط، بس فعلا بيغير مود اليوم. والله لما المطبخ بيتروق بحس البيت كله منور. طبعا نظافة اي بيت بتبدأ بمطبخه. الطبق الازرق ده بيحبه ابني خالص، مسميه طبق سبايدر مان. لما احب اكله اي اكل بحطهوله فيه. كده خلصت كل الطباق، وببدأ ايه، اشطف فيها عشان اوسع المكان واحطهم في الصفاية بتاعة الطباق.
طبعا عارفين الإحساس لما تخلصي كل المواعين مرة واحدة، بحس إن نفسيتي كده ارتاحت. وبعد ما أخلص غسيل المواعين طبعا همسح الرخامة كويس من المية والصابون وباقي الأكل وكل حاجة كانت على الرخامة. ويا رب الروتين يكون خفيف عليكم، وشجعوني واكتبولي في التعليقات بتعملوا ايه أول ما بتدخلوا المطبخ. ولو عجبكم الفيديو متنسونيش اللايك والاشتراك، واشوفكم فيديو جديد